فيلم النهارده بتدور أحداثه سنة 2025 في مدينة اسمها ماجو في الصين، واللي بيكون فيها مقر الاستخبارات الصينية، وبنشوف إنهم بيراقبوا عصابة كبيرة متخصصة في سرقة البنوك، وبتكون دي مش أول مرة ليهم، لكنهم كل مرة بينفذوا السرقة بشكل مختلف، ومحدش عارف يوقعهم أو حتى يمسك عليهم دليل واحد، وبتحصل مطاردة بين الشرطة والعصابة، وبتكون عربية الشرطة ماشية وراهم، وغرفة العمليات بتوجههم خطوة بخطوة عن طريق الكاميرات والتتبع، وكان واضح إن العصابة المرة دي هتتمسك خلاص، بس هنا بيظهر سيمون، وده يبقى أخطر هاكر في البلد، وواحد من أفراد العصابة، وسيمون بيمسح أي أثر ليهم من على الكاميرات، وكمان بيزور الفيديوهات وبيعمل لقطات وهميه، وده بيخليهم يهربوا بسهوله جدا من الشرطه. وتاني يوم بيجي ميعاد تنفيذ العمليه الجديده، والشرطه بتكون جاهزه ومستنيه، والاستخبارات كمان بتبقى عامله حسابها ومستنياهم، وبنشوف راجل عجوز داخل كافيه وبيكون هادي جدا، وبيحاول يتفادى انه يبص للكاميرات، وبيروح يطلب مشروب عادي كأن مفيش اي حاجه. وفي نفس الوقت الضابط وينج والمساعد بتاعه بيروحوا لراجل اعمال اسمه لاري، وبياخدوه معاهم عشان يساعدهم يفكوا الرموز السريه لحسابه البنكي، وده لانهم متوقعين انه يتسرق. واثناء ما بيكون لاري معاهم في العربيه بيطمنهم وبيقول لهم ان مستحيل اي حد يقدر يفك الشفرات دي، وده لانها عباره عن ارقام وحروف عشوائيه مكونه بطريقه معقده جدا. وفي اللحظه دي العصابه بتدخل البنك وبتسيطر على كل اللي جواه، وبيستنوا سيمون عشان يديهم الاشاره، وده طبعا اول ما يوصل لشفر حساب لاري، وفعلا سيمون بيخترق حساب لاري بسهوله وبيسحب كل الفلوس اللي فيه، وكمان بيسيطر على كاميرات المراقبه، وبيطلع ان رئيس العصابه هو الراجل العجوز اللي كان قاعد في الكافيه، وبيكلمهم في السماعات وبيقول لهم ان الشرطه فاضل لها 5 دقائق وتوصل للبنك، ولازم يخلصوا العمليه قبل ما يوصلوا. دلوقتي كل حاجه بقت في ايد سيمون، والمفروض ان بعد ما يخترق الحساب يمسح تسجيلات الكاميرات ويخفي اي اثر للعصابه في اقل من 5 دقائق، وفعلا سيمون بيقدر يعمل كده وبيمسح كل اثر ليهم من على الكاميرات. لكن لسوء حظهم بيوصل في نفس اللحظه ضابط وينج ومعاه المساعد بتاعه، وبيكون معاهم رجل الاعمال لاري، والعصابه بتتوتر جدا لانهم كده بقوا على وشك انهم يتمسكوا. ساعتها رئيسهم الراجل العجوز بيبلغهم ان الشرطه وصلت خلاص، ولازم يهربوا بسرعه ويمشوا ورا تعليماته، واهم حاجه يركزوا فيها انهم يتفادوا الكاميرات عشان ما حدش يصورهم. لكنه هو نفسه بيتفاجئ ان في موظفه في الكافيه كانت بتصور بالموبايل بتاعها، واثناء ما هي بتصور لقطته بالغلط، والموظفه بتتوتر وبتعتذر له، وهو بيعدي الموضوع ويسيبها ويمشي بهدوء، وباقي العصابه كمان بتخرج عادي جدا من غير ما يلفتوا النظر. لكن الضابط وينج شافهم وشك فيهم وبدا يجري وراهم عشان يلحقهم، وهنا سيمون بيبلغهم ان الخطه اتغيرت للخطه البديله، وانهم هيهربوا من فوق سطح المكان، لكن وينج وفريقه بيكملوا مطارده وراهم، وبيحصل ما بينهم اشتباك، ووينج بيقدر يشوف وشوشهم كويس، لكن للاسف العصابه بتنجح انها تخطفه وتحبسه معاهم في الاسانسير، وبيكلبشوه ويفضلوا يضربوا فيه، وبعد ما بيدوا له الطريحه بيسيبوه وبيهربوا. لكن وينج بيقدر يفك نفسه بسرعه وبيجري وراهم، لانه اكيد مش هيسيبهم بكل الفلوس دي يهربوا بسهوله، بس العصابه كانت عامله حسابها كويس، وبيهربوا من فوق سطح المكان وبينطوا بالمظلات عشان يختفوا. والظابط وينج بيتجنن وبيمسك واحد من امن البنك ويحضنه وينط بيه، لكن بيقع على ارضيه مطاطه، والظابط وينج عمل كده لان العصابه هكرت الاسانسير وعطلوه عشان ما حدش يقدر ينزل ولا يطلع. وبعد كده بيروحوا على مدينه الملاهي وبينزلوا على سطح الفندق اللي هناك، وغرفه العمليات بتبقى متابعه تحركاتهم اول باول، وبتبلغ الشرطه اللي بتتحرك فورا عليهم، وبيحصل اشتباك بينهم، لكن للاسف العصابه بتكون متدربه كويس جدا وبتتفوق عليهم، وبيتفرقوا كل واحد بيكمل هروبه لوحده، وفي النص بيغيروا هدومهم بسرعه وبمهاره عاليه عشان يغيروا شكلهم. اما سيمون فبيقدر يعطل كاميرات المراقبه اللي في الفندق عشان ما حدش يصورهم، لكن الاستخبارات بتاخد بالها من الحركه دي وبتطلب من الشرطه ان هم يشغلوا الكاميرات اللي في هدومهم واللي فيها خاصيه التعرف على الوجوه. والظابط وينج بيلمح واحد من العصابه وبيعرفه من الحلقه اللي في ودنه، فبيجري وراه على طول وبيبدا يطارده. في نفس الوقت رئيس العصابه بيبلغ باقي الفريق ان واحد منهم اتكشف ولازم يغير شكله فورا. فعلا الراجل بيدخل اوضه تغيير الملابس وبيبدل هدومه وبيحول شكله لبنت، وبيخرج يمشي وسط الناس بكل ثقه كانه بنت عادي خالص، وباقي افراد العصابه بيبداوا يغيروا اشكالهم باحتراف، وده باستخدام اقنعه وملابس مختلفه. وفي اللحظه دي بيكون في عرض بيبدا في الفندق، وده بيخلي الشرطيه ليه تستغرب لانه بدا بدري عن ميعاده، وفعلا احساسها بيكون في محله لان العصابه كانت مغيره التوقيت عشان تسهل هروبها. والعرض ده بيكون عباره عن شجره ضخمه بتطلع من تحت الارض، وفي لحظه مفاجاه كل افراد العصابه بينطوا جواها وبيختفوا تماما وكانهم اتبخروا. اما رجل الاعمال لاري فجات له حاله عصبيه، وده بعد ما العصابه سرقت كل فلوسه، وكان هيتجنن من الغضب وبيقعد يزعق في الضباط وبيكسر في المكتب من عصبيته. وتاني يوم بيتعمل تحقيق مع الضابط وينج والشرطيه ليه عشان فشلوا في القبض على العصابه، ووينج بيعترف انه غلط وما قدرش يمسكهم، وليه بتوضح ان العصابه دي خطيره جدا تعرف تهكر حتى كاميرات المراقبه بتاعتهم. ورئيس الاستخبارات بيكون متعصب عليهم جدا وبيقول لهم لازم تقبضوا عليهم فورا، والا سمعه الاستخبارات الصينيه كلها هتتبهدل وهيكونوا في موقف صعب لانهم مش قادرين يمسكوا شويه مجرمين. ساعتها الشرطيه ليه بتقول لهم ان مفيش غير شخص واحد بس يقدر يساعدهم ويمسك العصابه، وهو الضابط هوبي. لكن وينج بيعترض وبيقول ان هوبي متقاعد من زمان، وبيتهم ليه انها متحيزه ليه عشان هو كان رئيسها قبل كده، وبيفكرها انه في اخر عمليه له كان السبب في موت زميله، وكمان ضيع اكبر عمليه تهريب مخدرات وقتها. وليه بترد عليه وبتقول له اذا كانت دي غلطه فكلنا معرضين للغلط. لكن رئيس الاستخبارات بيقطع الكلام وبيقول لهم ان مش فارق معاه غير حاجه واحده، انهم يقبضوا على العصابه باي طريقه، وبيامرهم يستدعوا
بيستدعوا هوبي فورا لو يقدر يساعد، وبيكلفوا شرطيه جديده اسمها لينا بالمهمه، ودي محدش واثق فيها ولا واخدها على محمل الجد، وهي بتحاول تثبت نفسها، وبتروح فعلا هي وزمايلها عشان يراقبوا هوبي، وبتشوفه خارج مع مجموعه كبيره من الكلاب، وزمايلها بيقعدوا يحكوا لها تاريخه من خلال بحثهم على الانترنت، وقد ايه هو ذكي جدا وبيعرف يوصل لاي عصابه ويتبعها، وكمان بيقدر يتنكر ويبقى واحد منهم لحد ما يقبض عليهم، وعمره ما فشل في قضيه الا اخر عمليه اللي مات فيها زميله، وده اللي خلاه يعتزل الشغل. بعد كده لينا بتروح تقعد في الكافيه اللي متوقعين هوبي يروحوا، ولما بيدخل بتعمل نفسها بتقرا عشان ما ياخدش باله انها بتراقبه، لكنها بتتفاجئ لما بيقعد على نفس الترابيزه وبيقول لها مش كفايه كده مراقبه، هو انت هتحتاجي ايه من راجل عجوز معدي ال60؟ وهي بتتضايق وبتقول له يقوم من على الترابيزه والا هتتهمه بالتطفل، لكنه بيفاجئها اكتر لما بيقول لها انها بقى لها 4 ساعات وتلت بتراقبه، وانها غيرت الجاكيت بتاعها 3 مرات، وكان ممكن تيجي من الاول وتقول له هي عايزه ايه بدل اللفه دي كلها. وبعدين بيبص لها بيقول لها انت عامله ايه، وبيقول لها انا ما شفتكيش من وقت ما كان عندك 8 سنين، بس واضح انك كبرتي وبقيتي شرطيه زي ابوكي. وهنا بنكتشف انها بنت زميله اللي مات في اخر عمليه، وان هو يعرفها كويس، وبيبدا يديها درس في المراقبه، وبيقول لها عشان تبقي شرطيه شاطره لازم تطوري من نفسك، وبيقول لها على غلطات كتير عملتها اثناء مراقبته. اول حاجه انها كانت بتكتب الملاحظات كتير بدل ما تركز وتحفظ، وتاني حاجه انها كانت بترمي ملاحظاتها في الزباله، وفعلا بيطلع لها ورقه من اللي كانت رمياها، وبيقول لها كمان ان نظره عينيها فضحتها من الاول، وبعدين بيطلع لها كارنيه زميلها، وبيقول لها ده صاحبك اللي خليتيه يركب الاتوبيس ورايا، انا قدرت اسرق الكارنيه بتاعه. وفي الاخر بيقول لها يعني بقالك 4 ساعات بتراقبيني وكل ده غلط، ما تجيبي من الاخر وقولي انت عايزه مني ايه. فبترد عليه بصراحه وبتقول له مقر الاستخبارات الصينيه هو اللي عايزك، وانا جاي اراقبك عشان كده. وفعلا تاني يوم هوبي بيروح مقر الاستخبارات وبيقابل الضابط وينج وبيتعرف على باقي الفريق، وفي لقطه مضحكه بنشوف الشرطيه لينا وهي بتدي لزميلها محفظته وبتقول له خلي بالك من حاجتك، انا مش فاهمه انت ظابط ازاي. وعلى الناحيه التانيه وينج بيشرح لهوبي موضوع العصابه وازاي بيختفوا بطريقه غريبه ومش بيهربوا زي اي عصابه عاديه، وهوبي بيطلب يشوف تسجيلات الكاميرات، فبيعرضوا عليه جزء منها، واول ما بيشوفها بيطلب يعيد لقطات معينه كذا مره وبيركز جدا فيها، والكل مستغرب هو بيعمل ايه. وفجاه بيمسك بقلم وبيبدا يعلم على افراد العصابه بكل سهوله، وبيقول لهم انتوا ازاي ما خدتوش بالكم منهم، دول بيبصوا للكاميرا قبل ما يغيروا شكلهم، والكل بيتصدم ان هو عارفهم في ثواني وهو اصلا ما كانش موجود. وبنروح على مقر العصابه وبنشوف سيمون واخوه شي يونج وهم بيسلموا على بعض، وسيمون بيقول ان الراجل العجوز اكيد متضايق منه عشان غير الخطه، وفجاه بيظهر زعيم العصابه وبيمسك في سيمون وبيضربه ضرب جامد لحد ما كان هيقتله، وده عشان خالف اوامره في الخطه، وكمان كان السبب في ان البنت اللي في الكافيه تصوره، وده خلاه يظهر لاول مره في الكاميرات. وسيمون بيحاول يدافع عن نفسه ويقول له انه كسبه فلوس اكتر من اللي كان متوقعها، لكن الراجل العجوز ما بيهداش، ولولا اخوه شيونج اللي بيشده بعيد كان زمانه قتله. وحتى شيونج نفسه بياخد علقه لما بيحاول يدافع عن سيمون، لحد ما واحد تاني من العصابه بيتدخل وبيهدي الجو، وزعيم العصابه بيهدى وبيحذرهم ان الغلطه دي تتكرر تاني. وبنرجع لمقر الاستخبارات وكل الضباط قاعدين مع هوبي بيراقبوا الكاميرات وبيحاولوا يجمعوا صور افراد العصابه، وفعلا بيقدروا يطلعوا صور ليهم وبيحطوهم على شاشه كبيره، وكلهم ظاهرين ما عدا الراجل العجوز واللي بتكون صورته مش واضحه خالص. ساعتها وينج بيفتكر ان موظفه الكافيه صورت الراجل ده بالغلط، فبيتواصلوا معاها فورا وياخدوا منها الصوره. وفي نفس الوقت زعيم العصابه قاعد بيشوي فراخ وبيقول لشيونج انا مش ناسي انك انقذت حياتي قبل كده، بس ده مش معناه انك تغلط وتضيعني، انا عايز اعيش وعايزكم كلكم تعيشوا وتستمتعوا بالفلوس دي، وعشان كده لو حد كشفني واتمسكت انا هموتكم كلكم. اما هوبي فبيعمل اجتماع مع الفريق وبيحاولوا يحددوا هويه العصابه، وبيركز شويه في صوره الراجل العجوز وبيقول الشكل ده مش غريب عليا، وفعلا بيفتكروا وبيقول لهم ان هو ضابط سابق في العمليات الخاصه واللي بيسموه الظل، لانه بعد كل عمليه كان بيختفي من غير اي اثر. وبيكمل وبيقول لهم انه بعد ما ساب الشرطه بدا يسرق بنوك عشان يكون ثروه، ومن حوالي 15 سنه سرق 3 بنوك ومحدش عارف يمسك عليه دليل واحد، وبعدها اختفى وما بقاش ليه اي اثر، لكن واضح انه رجع تاني. وهوبي بيقترح عليهم ان هم يعملوا فريق مراقبه يتابع تحركاتهم، لكن رئيس الاستخبارات بيرد وبيقول ان زمن المراقبه التقليديه انتهى، وان دلوقتي في كاميرات في كل حته والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بقوا في كل مكان. بعد الاجتماع لينا بتروح الجيم تتمرن، لكن شويه ضباط بيضايقوها ويقللوا منها وبيقولوا لها ان الست مكانها المطبخ مش الشرطه، فبتتخانق معاهم وبيدخلوا مع بعض في مواجهه، كل ما واحد يحاول يمسكها بتفلت منه وتلف حواليه وترد عليه. وفي اللحظه دي هو بيدخل وبيشوفها وهي بتقاوم ومش بتستسلم ابدا. بعد كده بيتكلم معاها وبيقول لها انها شبه ابوها بالظبط ومش بتقبل انها تستسلم، وبيفتكر اخر لحظه مع ابوها قبل ما يموت لما كان بين ايديه ووصاه عليها، وقرر يقبل المهمه دي عشان ياخد باله منها عشان خاطر ابوها. وتاني يوم هوبي بيرجع مقر الاستخبارات وبيقول لهم انه قرر يشكل الفريق اللي هيتجسس بيه على العصابه، وبيجيبوا له الضباط عشان يختار منهم، وطبعا اول واحده بيختارها لينا، وبيحط شروط واضحه اهمها ان اللي يكون في الفريق ما يبانش عليه انه ظابط عشان ما يتكشفش، وبيبدا يدربهم على التركيز وملاحظه التفاصيل، واهم حاجه انهم يحفظوا كل حاجه وما يكتبوش اي ملاحظات خالص. وبعد التدريب النظري هوبي بينزلهم التدريب العملي وبيوقفهم في الشارع وهم متنكرين، وبيدي كل واحد اسم حركي يستخدمه بينهم. اما لينا بنت صاحبه فبيخليها قريبه منه دايما للطوارئ، وبيقول لها انك الحصان الرابح بالنسبه لي. وفي الناحيه الثانيه زعيم العصابه بيجمع الفريق كله وبيتكلم معاهم عن المهمه الجديده، وبيقول لهم ان اللي هيحط الخطه المره دي هو سيمون، وده طبعا عشان يصالحوا بعد اللي حصل في المهمه اللي فاتت، وبيأكد عليهم انهم عيله واحده ومفيش ما بينهم غيره ولا خلاف، وان الفلوس كلها ليهم سوا. وسيمون بيروح الملجأ القديم اللي اتربى فيه عشان يفكر في الخطه، وهناك بيفتكر طفولته وازاي الزعيم هو
اللي رباهم وجاب له اول لابتوب اتعلم عليه، وانه كان بيسيب لهم فلوس مع شي يونج قبل ما يسافر. وبنرجع لهوبي ولينا وبنشوفها وهي متضايقه وبتقول له انها زهقت لان كلهم شغالين وهي اللي قاعده تراقب بس، فبيرد عليها وبيقول لها ما تستعجلش، وان دورها هيكون اهم من الكل في الوقت المناسب، وانه شايل لها الورقه الكسبانه للاخر. وفي مشهد تاني شي يونج بيحلق للزعيم دقنه وبيبقى باين عليه انه متضايق من اللي حصل بينهم قبل كده، لكن الزعيم بيقول له ان هو شاف السكينه في ايده وقت الخناقه وبيساله ليه ما قتلهوش. وهنا شي يونج بيرد ويقول له انه مستحيل يعمل كده لانه بالنسبه له زي ابوه. والزعيم بيضغط عليه اكتر وبيمسك ايده وهو ماسك الموس على رقبته وبيقول له لو عايز تقتلني اعمل كده، لكن شي يونج بيرفض وبيكمل حلاقه عادي. بعدها بيقعدوا ياكلوا سوا والزعيم بيقول له ان هو اقرب واحد ليه وانه انقذ حياته قبل كده، وشي يونج بيبان عليه انه مبسوط بالكلام ده جدا. وبنرجع للينا اللي بتنزل من عربيه المراقبه عشان تشتري حاجات من السوبر ماركت، وبتشوف شويه شباب بيضايقوا بنت فبتحاول تتدخل، لكن هوبي بيمنعها وبيقول لها ما تتهورش وبيامرها انها ترجع العربيه وهو هيبلغ الشرطه تروح لها، لكنها ما بتسمعش كلامه وبتتدخل عشان تنقذ البنت وفعلا بتضرب اللي بيضايقوها، لكن للاسف في الاخر بيقدروا عليها ويمسكوها ويكتفوها، وهوبي بيلحق بسرعه وبينقذها وبيركبوا العربيه. ولينا كانت زعلانه لكن هوبي بيتعصب عليها عشان خلفت التعليمات وبيقول لها تخيلي لو حد من العصابه شافك وعرف انك شرطيه، فبترد عليه وبتقول له ان بقالهم اسبوعين بيراقبوا ومفيش حاجه حصلت، فبيقول لها ان ده ولا حاجه وانه قعد قبل كده يراقب هدف لمده 8 شهور. وهنا هوبي بيقرر يعترف لها ازاي ابوها اللي كان زميله مات في اخر عمليه ليهم، وبيقول لها ان والدها اتهور وخرج من المهمه عشان ينقذ بنت صغيره وبسبب كده اتكشف للعصابه وقدروا انهم يضربوه بالرصاص ويقتلوه، وبيأكد عليها انها طول ما هي في مهمه ما ينفعش تتصرف بمشاعرها، والكلام ده بيأثر فيها جدا، فبتعتذر له وبتوعده انها هتسمع كلامه بعد كده. وبعدها بيروحوا السوق يمكن يلاقوا حد من العصابه، وهم في العربيه هوبي بيلمح واحد شبه الظل وبيطلب من كل فريق المراقبه يتحرك فورا، لكن بيقول لهم يراقبوه من بعيد وبيقول لهم يطوقوا المكان اللي هو فيه من غير ما يحس. وهوبي بيشوف واحد من الفريق في طريق الظل وبيفتكر ان الظل كان شافه قبل كده، فهوبي بيقول له يبعد عن المكان لان الظل ما بينساش الوجوه، فالظابط بيحضن زميلته عشان ما يلفتش النظر. ولما بيبداوا يقربوا هوبي بينزل لينا من العربيه وبيقول لها ان ده دورك بس خليكي على حذر، وبيأكد عليها انها ما تقربش قوي، لكنها ما بتسمعش الكلام وبتقرب اكتر وبتشغل كشاف الموبايل وبتعمل نفسها بتدور على حاجه وبتعكس وش الظل على الصاج، وفعلا الفريق بيقدر يشوف وش الظل بوضوح وبيتاكدوا من شخصيته وبيفرحوا جدا ان هم وصلوا له اخيرا. والظابط وينج بيحاول يحرك كاميرات السوق عشان يجيب صوره اوضح له، لكن ليه بتمنعه وبتقول له ان الظل دقيق جدا وبيلاحظ اي حاجه حتى لو صغيره، والظل بيخرج من السوق وبيمشي، وكل الفرق بتفضل تراقبه من بعيد لانهم خلاص اتكشفوا وبيكملوا متابعه عن طريق كاميرات المراقبه. وهنا الظل دخل في حته ما فيهاش كاميرات فالفريق فقد اثر وما بقوش عارفين هو فين، ولينا هنا قررت تتصرف من دماغها وراحت ورا العماره ووقفت قدام الاسانسير مستنياه، والظل طبعا وشها مش غريب عليه لانه شافها قبل كده في السوق. واول ما ركبوا الاسانسير طلع سكينه من جيبه وكان ناوي يخلص عليها، بس هوبي كان اسرع من البرق وفجاه حط ايده وفتح باب الاسانسير قبل ما يقفل بلحظه، وهوبي عمل دخله الاب الزعلان وقعد يزعق للينا ويضربها وشال السماعه من ودنها من غير ما الظل يحس، واداها حلقها اللي كانت ناسيها في البيت وقال لها البسي حلقي، وعاتبها وقال لها كمان رايحه تقابلي واحد من ورايا. وطبعا كل ده فيلم هندي عامله عشان الظل ما ياخدش باله، والظل وهو بيدوس على زرار الاسانسير كان عينه على ودان لينا عشان يتاكد في سماعات في ودنها ولا لا، ولما ما لقاش حاجه اطمن انها مش شرطيه. وهوبي عشان يكمل اللعبه طلع تفاحه بايظه من شنطته وعزم على الظل، والحقيقه ان الحتت البايظه في التفاحه كان مزروع فيها كاميرات صغيره وصورت وش الظل من قريب وهو بيرفض ياخدها، وهوبي راح قاطم الحته اللي فيها الكاميرا ورماها في ارضيه الاسانسير وده عشان تفضل مراقبه المكان. وطلعوا هما الاثنين للدور ال 25 وهوبي ولينا نزلوا من الاسانسير والظل فضل واقف عشان يشوفهم هيروحوا فين، وهوبي فتح باب الشقه اللي قدامه باستخدام بنسه كانت معاه ودخل للشقه هو ولينا، فالظل اتاكد انهم سكان عاديين في العماره. واول ما الظل دخل شقته اللي حددتها الكاميرا اللي في التفاحه زرعوا كاميرات مراقبه عليه، وفريق المخابرات نزلوا لموا الزباله اللي قدام بابه وقعدوا يجمعوا في الورق المتقطع على امل ان هم يوصلوا لحاجه، وفعلا حاولوا يجمعوا الورق المتقطع لكنهم ما قدروش يوصلوا لاي خيط. وهنا هوبي قرر ان لازم يقرب من الظل اكتر، وتاني يوم هوبي نزل السوق وعمل نفسه بيشتري خضار وقابل الظل وسلم عليه بصفته جاره الجديد، وهوبي قعد يدردش معاه وقال له الورق المتقطع ده بيفكرني بايام البوكر، انا كنت لعيب قمار قديم ومراتي سابتني بسبب كده وما عرفتش اشوف بنتي غير لما امها ماتت. الظل قعد يركز على ايد هوبي وقال له ايدك ناشفه وعصبها شديد كانك متعود تشيل سلاح، وهوبي ضحك وقال له ان ده من مسكه السكاكين وده بسبب ان هو شغال طباخ من زمان وعزمه على اكله سمك من ايده. والظل وافق وراح له بالليل، واول ما الظل دخل الشقه كانت عينه بتلف في كل حته وبيفحص المكان بذكاء شديد عشان يتاكد ان هوبي مش بيشتغل، وهوبي طلب منه انه يساعده في المطبخ. وهنا الظل بان عليه مهاره مرعبه في مسكه السكينه والطبخ، واثناء ما هم بياكلوا هوبي قام يجيب حاجه يشربوها، فالظل استغل الفرصه وسال لينا عن الجرح اللي في قورتها فقالت له ان دي خناقه مع زميلتي في المدرسه، ولما سالها هل ابوك يعرف قالت له لا طبعا. ولما هوبي رجع الظل ساله نفس السؤال وهوبي جاوب بنفس الرد خناقه في المدرسه، ولينا عملت نفسها مستغربه وسالته انت عرفت منين، فهوبي فهم على طول والف عليه قصه وقال له انه كان بيراقبها من بعيد عشان خايف عليها بس ما كانش بيتدخل عشان تعتمد على نفسها. والعشاء خلص والظل مشي وهو لسه بيراقبهم من بره، ولينا شكرت هوبي بشده وبان عليها التاثر وهو طمنها وقال لها ان هو زي ابوها. واول ما لينا مشيت الباب خبط وهوبي افتكر ان لينا رجعت تاني لكنه اتفاجئ بشيونج وهو داخل عليه وعايز يصفيه، وسيمون
سيمون كان مهكر كاميرات المخابرات عشان ما حدش يعرف يلحق هوبي، ودارت مواجهه كبيره بين هوبي وشيونج، وبرغم فرق السن اللي بينهم الا ان شيونج ما قدرش يتمكن من هوبي. واول ما لينا وصلت مقر المخابرات فهموا ان في حاجه غلط وجريوا على طول عشان يلحقوا هوبي، وفعلا وصلوا للمكان، لكن شيونج فص ملح وداب قبل ما المخابرات توصل. وتاني يوم الظل كان رايح يستخبى في ملجأ قديم، وهوبي ولينا كانوا قدام مقر الاستخبارات بيستعدوا ان هم يروحوا يراقبوه، وفجأة عربيه خبطت هوبي ولينا وجرتهم جوه مقر الاستخبارات، وهناك بدأت هجمه شرسه على المقر، الكهرباء اتقطعت والاتصالات باظت وبقت مجزره. وفي الملجأ الظل لقى عصابه مستنياه، وبيبان هنا ان سيمون عامل خطه عشان يخلص من الظل والشرطه في وقت واحد. بس الوحش ما بيقعش بسهوله، وقعد يخلص عليهم واحد ورا التاني، وهو بيضربهم كان بيقول لهم وانا عيل صغير خلصت على 200 ضابط مره واحده. واثناء ما هو نازف وتعبان بعد ما خلص عليهم كلهم ظهر له شيونج ومعاه سكينه وقرر انه يخلص عليه، والظل ربط رجله اللي بتنزف وامله. وهنا بنشوف سيمون وهو بيحاول يمنع اخوه وبيطلب منه انه ما يشتبكش مع الظل، وبيقول له ان دي مش خطتنا. وهنا شيونج بيقول للظل ان دي خطتي انا ومش خطه اخويا، وانا هخلص عليك دلوقتي. وبيدخلوا مع بعض في مواجهه كبيره، لكن شيونج ما بيقدرش يتغلب على الظل حتى وهو خلصان على الاخر. ولينا بلغت الشرطه ان العصابه كانت بتستخدم طريقه برايل في شفراتهم، وعشان كده الشرطه ما كانتش عارفه تفكها. وفعلا الشرطه فكت الرموز وعرفت مكان الملجأ وبسرعه وصلوا لهناك. وفي الوقت ده بتكون لسه المواجهه دايره بين شيونج والظل، وشيونج بيحضن الظل وبينط بيه من الدور الثاني، وهنا الظل بيطعنه بالسكينه في قلبه. لكن شيونج قبل ما يموت بيقول للظل انه كان بيتمنى انه يكون ابوه الحقيقي، وبص للكاميرا لاخوه سيمون عشان يفجر المكان. وفعلا الانفجار حصل والشرطه رجعت لورا، بس المفاجاه ان بعد كل ده الظل طلع لسه عايش، والشرطه قدرت تقبض عليه وهو متدغدغ من الاصابات. وفي مقر الاستخبارات الدنيا كلها كانت مقلوبه متدمره على الاخر، واكتشفوا ان في جاسوس من جوه الموقع هو اللي اخترق الانظمه وفتح الباب للعصابه، والكلام ده معناه ان العصابه لسه موجوده هنا، والشرطه فعلا بتبدا تدور عليهم جوه الموقع، وفعلا بيلاقوهم وبيبتدوا يشتبكوا معاهم. بس سيمون في لحظه بيختفي، لكن لينا كانت ماشيه وراه وبتراقبه، بس هو كان بيغير شكله كل شويه زي الحربايه عشان يضللها. وسيمون اتصل بالظابط وينج وطلب انه يكلم الظل وهو في عربيه الترحيلات، وقعد يتوعد له ويقول له زي ما قتلت اخويا انا هقتلك ومش هسيبك. ودي كانت البدايه لخطه جديده من سيمون. وبعد ما الظل خلص المكالمه رمى التليفون قصاد الظابط، ولما الظابط وطى يجيب التليفون الظل غفله وكسر دراعه وضرب كل اللي موجودين في العربيه، وبعد كده قدر يهرب. ولينا كانت هتتجنن وهي بتراقب سيمون اللي بيغير جلده كل شويه، لحد ما زميلها ظهر واداها سماعه عشان يفضلوا على تواصل. وزميلها لمح سيمون وهو داخل المول، وهنا قرر انه يدخل وراه، لكن الظل بيظهر فجاه وقطع شرايين رجل زميل لينا عشان يشل حركته ويوقفه، وسابه غرقان في دمه وجري ورا سيمون. وفعلا الظل وصل لسيمون، واول ما سيمون رفع السكينه الظل بلمسه واحده قدر يلف ايده وخلاه يقتل نفسه وهو حضنه. بعدها سابه بعد ما وقع جثه، وفي لحظه مشي واختفى. ولينا دخلت المول ولقت زميلها بيموت، وللاسف ما قدرتش تلحقه وودع الحياه. وفي المستشفى لينا لقت الفريق كله تقريبا مصاب، وكانت محبطه جدا ورجعت على المقر تطلب اجازه. لكن بنشوف هوبي وهو داخل عليها وجايب لها اكل معاه، وبيطلع من جيبه صور للظل وبيقول لها اجازه ايه يا بطله، الظل مش هيقعد في البلد كتير لازم نجيبه قبل ما يخلع. تاني يوم بدأ المراقبه فعلا، وقدروا يحددوا المكان اللي هيكون موجود فيه الظل، وهو عباره عن كافيه. ولينا دخلت هناك وقعدت معاه وعملت نفسها مش عارفاه في الاول، وسالها عن خطيبها فقالت له بحده في مجرم قتله، لكن نظرات لينا ليه كشفتها، فالظل خدرها في ثانيه. وهو بيوصل وطلب الاسعاف واخلى المكان بسرعه ودخل في خناقه شوارع مع الظل، وفضلت المواجهه دايره ما بينهم فتره طويله، والظل كان هيخلص على هوبي بالسكينه، لكن لينا فاقت وحاولت تضربه وتنقذ هوبي، لكن الظل قدر يضرب هوبي بالسكينه في رقبته ويهرب. ولينا سابت هوبي بينزف وجريت ورا الظل، بس الظل اختفى من الكاميرات تماما. ولينا قعدت مع نفسها وصفت ذهنها وافتكرت نصيحه هوبي عن التركيز في التفاصيل، وافتكرت ان الظل قربت ايده برباط اسود وقعدت تدور في ايدين كل اللي ماشيين في الشارع لحد ما لمحته، وبلغت الشرطه وهي مرعوبه لانها لوحدها. بس فجاه لقت فريقها كله ظهر وساندها، والظابط وينج عمل كماشه على الظل وحاصروه، وهوبي جه وهو لسه بدمه بعد ما الاسعاف عالجته، والفريق كله بيحاصر الظل وبيتمكن منه. والظل عمل نفسه بيستسلم ومد ايده لينا عشان تقبض عليه، لكنه الغدر تقريبا في دمه وحاول انه يضربها بالسكينه في اخر لحظه، لكن لينا كانت مركزه واتفادت الضربه، وكمان اديته العلقه التمام وكلب شو اخيرا وسط فرحه ما تتوصفش. لحد هنا بتخلص حكايه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. واحلى سلام.